وكل سنة وانتم طيبين، يجعل عيد بخيت علينا وعلى أم المسلمين يا رب. وصفتنا النهاردة جميلة جدا، رح نعمل الرقاق الناشف. الرقاق الناشف رح نقدروش نستغنوا عنه في العيد خالص، ينفعنا في الفتة، ينفعنا في صينية الرقاق باللحمة. جميل جدا. على قد صينيتك رح تعملي أحلى رقاق، حاجة مضمونة وعاملينها في بيتنا. على مقاس صينيتك رح تعملي أحلى رقاق زي ما انتم شايفين. طبعا راح اسويه تسوية جميلة جدا، مش هنحتاجه فرن خالص. كملي الفيديو للآخر وانت راح تتبسطي بالرقاق اللي راح اعمله، الرقاق الناشف. ويلا نسموا بسم الله ونصلوا على الرسول ونشوفوا وصفتنا. واول حاجة ندخل الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين. تعملي 2 كيلو، تعملي كيلو، براحتك انت في الكمية. ادخل الدقيق، لازم الدقيق بتاعك يكون ابيض وفاخر عشان يجيبي دقيق حلو، عشان ما يتقطعش معاكي الرقاق. احط بعد ما نخلت الدقيق حطيت له ربع معلقة من الملح ومية. ده يا جماعة الرقاق الناشف ما يحتاجش غير كده، بس مية وملح. بس أهم حاجة زي ما قلت لك تجيب الدقيق الحلو، الدقيق الأبيض، عشان ما يقطعش معاك الرقاق وياخد يدي معاكي وانتوا بتفرديه. طبعا انتوا عارفين ان عجينة الرقاق بتبقى تخينة قوي، عشان من تيجي تفرديها ما تتقطعش منيكي. وعايزينها نفردوها فردة جميلة كده عشان تبقى خفيفة معانا. احط لها مية بالشوية كده. وخلص على كده خلصت العجينة، وعجنت عجين الرقاق ما شاء الله تخينة معانا وجميلة جدا زي ما انتوا شايفين. تخينة وجميلة يا جماعة. عجينة الرقاق الناشف ما تبقاش طرية. طبعا انا عجنت العجينة وملكتها حلو صينية ورشيتها دقيق. ويلا نقطعوا العجين بتاعنا. اقطع العجين كور صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، نفس الطريقة دي. طبعا الرقاق بتاعنا العجينة تبقى تخينة يا جماعة، راح تريح مدة ربع ساعة وتسيح معانا كده وتتفرد معاكي بسرعة. انا طبعا ما ريحتش العجين بتاعي في الطبق، قلت منه اقطعه باذن الله نبقى اريحه. ترشي دقيق من فوق عشان ما يعملش قشرة معاكي. اقطع العجين كله باذن الله. وقطعنا العجين بتاعنا ما شاء الله، ورشت له دقيق وغطيته بكيس عشان ما يعملش قشرة، واسيبه مدة ربع ساعة يستريح كده عشان يتفرد معاكي بسرعة. قطعته كور صغيرة ومقاس واحد. جميل جدا. وريحنا العجينة بتاعتنا لمدة ربع ساعة. اجيب بالواحدة كده واغطي، ارش على الرخامة بتاعتي دقيق، واجيب النشابة او العجلة وافرد. الموجود عندك تفردي بيه. ما شاء الله عليها بجد تفرد معاكي بسرعة وما تاخدش معاكي وقت. وتدوريها دورة جميلة كده وفي الحواشي وتفرديها. طبعا احنا عشان مريحين العجينة بتاعتنا بتتفرد معاكي بسرعة، بتاخدش معاكي ثواني. فردناها على قد الصينية ما شاء الله عليها بجد تحفة. تعالوا نسووه بقى على البوتاجاز بتاعنا بطريقة جميلة جدا، مش هنحتاج فرن خالص. تسوية جميلة راح تعجبكم. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الصينية بتاعتنا يا جماعة ديت اللي راح نعملها فيها الرقاق. خدتها وقلبتها على قد صينيتك، قلتلك راح تعملي رقاق بالظبط، ما راح تقطعيش ولا تقسميش. طبعا انا حطيته على البوتاجاز، على عين البوتاجاز، وسخنت الصينية تسخينة جميلة جدا. وتحط الرقاق بتاعك زي ما انت شايفة، اتقلبي فيه على طول. اول حاجة تعلي البوتاجاز، بعد ما تلاقيها صفرت معاكي تروحي موطية البوتاجاز عشان تستوى بالراحة خالص وتنشف معاكي وتبقى رواق ناشف معانا. لو عليتي لو وطيت البوتاجاز وخليتيها على نار هادية راح يبقى معاكي رواق طري. اما من تيجي تعلي البوتاجاز على نار عالية وتخليها تستوى نفس الطريقة الجميلة ديت زي ما انتم شايفين الرواق بتاعنا. وكش معانا، هي كانت ما شاء الله مالية الصينية في الحواشي، كشت معانا كده وبقي رواق ناشف وجميل. دايما تقلبي من تيجي تحطي الرواق بتاعك على الصينية وعلى النار، تقلبي على طول. طبعا احنا نحطوه في صينية او في مصفى يكون مخرمة عشان ما يعرقش معانا ويبقاش رواق طري معانا. بتحطيه على صينية كده مخرمة عشان ياخد هوا. لو مش معاكي العجلة الجميلة، انا عملت رواق باقي الرقاق اوريكي طريقة تاني.
لو مش معاكي متوفرة معاكي العجلة بتاعة الفرد، لو عندك نشابة نفس الطريقة دي، ولا نشابة من الرفيعة تعملي بيها وتفردي بيها. تنفضي الرقاق بتاعك قبل ما تحطيه في الصينية عشان ما يتحرقش لو كان في بواقي من الدقيق ويعمل معاكي دخانة ويبقى لونه أصفر. احنا عايزين نسووه على نظافة كده ويبقاش معانا محروق. شفت جميل ازاي يا جماعة؟ بدأت ان انا اخلص، حبيت ان انا اوريكم اخر رقاقة ما شاء الله عليها بجد، والصينية بتاعتنا مش محروقة، بحيث السلكة تتغسل معاكي وتبقى زي الفل. وخلصنا الرقاق الناشف ما شاء الله عليه بجد، فردناه وعجناه أقل من ساعة، وسويناه على البوتاجاز وما احتاجناش فرن خالص. جميل جدا وتحفة بجد وخفيف معانا وناشف، ومش هتحتاجي أبدا تشتري من بره. وامشي على خطواتي وانتي راح تعملي أحلى رقاق. ولو عجبك الفيديو ما تنسيناش في اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.